شكل اللي جاي لا فيه راحة ولا بالراحة. بيقول لك البيراميدز والزمالك عاملين تحالف ومقدمين شكوى للجنة التظلمات ضد مين؟ ضد اللجنة الأولمبية إنها مش جهة اختصاص. أول ما عرفوا إن الأهلي مقدم مستندات مفاجأة هتغير وتقلب الموازين. طيب الاستفادة من كده إيه؟ معروف. بيراميدز لو إن الأهلي خسر ال6 نقط كماتش اتهزم قدام الزمالك بالانسحاب و3 في الاخر عقوبه، يبقى ماتشين 3 ونقول لبيراميدز ايه؟ الف مبروك على الدوري. طب بالنسبه للزمالك، الزمالك دلوقتي 6 نقط يتخصم من اهلي يبقى مركز تاني دوري ابطال، اهلي مركز تالت كونفدراليه. غير ان هو الغريم هيبقى انسحب قدامه، غير ان هو كسب الغريم بدون لعب، غير الغريم خسر وما بقاش موجود في دوري ابطال. في مدعكه كرويه موجوده ومحدش عارف هي هتخلص على ايه، ويا ترى الامور هتصعد اكتر وتوصل للفيفا وتوصل يبقى فيه تجميد للنشاط اصلا الكروي، ولا الموضوع هيتلم؟ انا ما اعتقدش. اعتقادي ان هيبقى فيه تدخلات عليا جدا، وهيبقى الموضوع هيتلم باي شكل من الاشكال وهتخلص الموضوع. قول لي رايك في التعليقات، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.